واحدة ب1.5 جنيه والحسابة بتحسب. أنا مش هاقبل أعذار تاني بعد النهاردة. نص كيلو دقيق وشوية مية يا فوزية، ومش عايزة لسه تقومي تعمليها بمية ودقيق بس وحتة عجوة. هتعملي 25 قرصة من قرص الأفران الحلوة القمر اللي قدامك دي، تحطيها في الفريزر وتقعدي تاكلي فيها شهر بحاله ما شاء الله. وانتي بقى هم الفطار وهم دربكة الفطار، وما اسمعش حد يقولي ان ده مش نص كيلو دقيق. هوريكم كل حاجة بعينيكم بالكوباية وبالميزان. بس قبل ما نبدأ كده صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حطي لايك لاختك حورية ويلا نبدأ ونقول بسم الله. في الأول كده معايا كوباية وربع من المية الدافية. أنا بستخدم مية دافية علشان أسرع الموضوع بتاع التخمير مش أكتر. ممكن تستخدمي مية باردة عادي. حطيت فيهم 3 معالق كبار من السكر ومعلقة كبيرة مليانة من الخميرة، باكت خميرة كامل. هدوبهم مع بعض وهركنهم على جنب 5 دقايق مش أكتر. بعدين بقى هنحضر مع بعض الدقيق. معايا هنا يا جماعة نص كيلو من الدقيق، حوالي 550 جرام من الدقيق. هوزنهم لكم بالكوباية علشان تشوفوا بنفسكم الكمية قد ايه. لو بالكوباية المعيارية هيعمل معاكي 4 كوبايات بالظبط، انما لو استخدمتي الكوباية المج العادية اللي هي 200 ملي هيعمل معاكي 4 كوبايات وتلت كده، يعني 4 كوبايات واقل من نص. تمام تمام، يعني عاوزة تشتغلي بالكوباية تمام، تشتغلي بالميزان برضو تمام. لازم بقى ننخل الدقيق كويس زي ما اتفقنا. من أسباب نجاح المخبوزات هو نخل الدقيق ده أولا، والتخمير ثانيا، والتسوية ثالثا. هم التلات عناصر دول سبب نجاح أي مخبوزات في الدنيا. امشي بس على الخطوات دي. والله يا جماعة أنا مش حريفة، أنا مش دارسة، أنا ست بيت زيكم وبعمل الحاجة بحب وبتطلع زي الفل معايا ما شاء الله. بصوا بقى حطيت هنا ايه، حطيت معلقتين من اللبن البودرة ورشة كده بسيطة من الملح. قلبي بقى الدقيق مع اللبن البودرة مع رشة الملح كويس قوي. انا هنا لقيت البولة بس صغيرة فنقلتها في بولة اكبر. تمام، حبيت اوريكم الخطوة دي اللي تفكروا ان انا ضفت دقيق ولا حاجة. هنا بقى هنزل بالخليط بتاع الخميرة اللي احنا سيبناه 5 دقايق على جنب. هنقلب الدقيق مع الخميرة، ومش معايا اي مكونات تاني غير 3 معالق من الزيت هضيفهم دلوقتي وبس كده. شايفين الموضوع بسيط ازاي؟ مفيش اسهل من كده. هنلم بس العجينة اول ما نلاقي بس الدقيق اتلم كده، وانا متأكدة ان ما شاء الله مش هتحتاج ولا نقطة مية تاني. دايما نص كيلو دقيق بياخد كوباية وربع من المية، ولو فرقت كده في نوع الدقيق بيبقى يا اما اقل بمعلقة يا اما ازيد بمعلقة، يعني الموضوع ما بيكونش اوفر يعني عن كده. هضيف بقى الزيت بعد ما العجينة اتلمت معايا، وهاخدها بقى على الرخامة واعجنها عجنة محترمة. لازم تعجني العجينة مش أقل من 10 دقايق متواصل علشان توصلي لعجينة ناعمة وتطلع معاكي كده قطنية وهشة. هنفضل نعجن فيها شوية وبعدين هسيبها بقى في مكان دافي تختمر لمدة ساعة كاملة. وبالذات يا جماعة لو في الشتاء ممكن نسيبها ساعة ونص كمان، لكن في الجو اللي احنا فيه ده ساعة تكون حلوة قوي. بصوا بقى نغطيها ونسيبها كده في اي مكان دافي، وبعد ساعة هنبدأ نشكلها. انا هنا بحب اقطع القرص بتاعتي صغيرة. اي مخبوزات عموما لو الناس اللي متابعاني فاهمة وعارفة بحب اقطعها كده صغير علشان اللي ياخد لقمة يخلصها. ما اعملش بقى كميات كبيرة وقرص كبيرة والاقي كده اللي ياخد قطمة من دي ويسيبها واللي يقطع حتة من دي ويسيبها، فحرام. هعملها كور صغنونة كده. ما شاء الله عملت 25 كورة، ودي كده كانت النتيجة. اللهم بارك. هغطيها بقى علشان ما تنشفش مني. وهنا بقى حضرت نص كيلو من العجوة. العجوة دي يا جماعة انا جايباها من عند عطار جنبي اسمه عم مسعود، ربنا يا رب يبارك له، العجوة بتاعته تحفة. تمام، بجيب العجوة بضيف عليها معلقة بس من السمنة البلدي وبعجنها بايدي. لو مفيش سمنة بلدي حطي سمنة عادية مفيش مشكلة. وبعدين بقى ببدأ اشكلها اقراص كده شبه اقراص الطعمية بالشكل ده. بصوا حبايبي انا جايبه العجوه زي ما قلت لكم من عم مسعود العطار، عنده كل حاجه العطاره، بشتري من عنده كل التوابل وحاجه العطاره كامله، وكمان برضو عنده مستلزمات حلويات. لو حابين ان انا اروح اصور لكم عنده واعمل لكم ريفيو قولوا لي وانا اروح ان شاء الله. بصوا بقى ما شاء الله نحط بقى نفرد كده العجينه، وبعدين نحط جواها قرص العجوه وما تستكتريهوش. انا بحب العجوه كتيره كده بتكون زي بتاعه الافران بالظبط. وبعدين بنقفل القرصة كويس قوي، وفي النص كده بجيب غطا ازازة وببدأ اعمل دايرة علشان احدد القطعات او الفتحات بتاعتي تكون متساوية. بعمل بس دايرة في النص كده، وبعدين بقى بالمقص وببدأ بقى اعمل ايه، تقطيعات كده.
بصوا الموضوع سهل ازاي علشان تكون شبه الترس. حابة بقى وانا بوريكم القرصة التانية اقول لكم ان انا جايبه لكم النهاردة تطبيق عليه وصفات طبخ، وصفات كتيرة جدا مكتوبة بالمكونات بطريقة التحضير بكل حاجة. التطبيق ده يا جماعة مش بالنت خالص، ولا بتدفعي له فلوس خالص ولا اي حاجة. انتي بتحمليه بس وبيفضل عندك على التليفون زيه زي اي صور عندك، تمام. وبتحتفظي بيه بقى، بيفضل عندك طول العمر تاخدي منه وصفات معجنات ومخبوزات وحلو وحادق وكل حاجة ان شاء الله. هسيب لكم التطبيق ده في اول تعليق لو حابين تنزلوه ان شاء الله، انا واثقة انه هيعجبكم بامر الله. بصوا بقى طريقة التشكيل اهي، ونبدأ بقى نعمل فتحات بالمقص كده. شايفين بقى الموضوع سهل وبسيط وجميل ولذيذ ازاي، ممتع أوي بصراحة. خلصت كل الكمية، هسيبها تختمر كمان مرة لمدة نص ساعة. لو خدتوا بالكم النهارده مهتمية جدا بالتفاصيل وبقول لكم كل حاجة بشويش، علشان الناس اللي بتزعل وبتقول لي انتي بتجري الفيديو وكل حاجة بتوه مننا والكلام ده كله، فعامله لكم كل حاجة اهو بشويش. ضفت هنا بقى ايه، بحب قوي الخلطة دي للتلميع. ضفت صفار بيض عليه معلقة حليب ورشة فانيليا وبدهن بيه. طب ما عنديش ممكن ادهن حليب بس، ممكن مية بس، ممكن بيض بس، ممكن لبن وفيه نسكافيه او مية وفيها نسكافيه، ممكن عسل على زبدة، ممكن زبدة بس. قلت لكم بدائل كتير اهو، تمام. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 220، أعلى درجة حرارة عندك في الرف اللي في النص. بتفضل 10 دقايق وبتطلع بالقمر اللي انتوا شايفينه ده إن شاء الله. بعد ما تطلع غطيها 10 دقايق وخلاص كده من غير ما نبخها مية ولا حاجة. يلا بينا بقى وانتوا بتشوفوا الجمال والحلاوة دي نقول مع بعض الدعاء. اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قولوا لي بقى، أنفع ولا منفعش؟ لو أنفع اكتبوا لي في الكومنتات تنفع يا فوزية، لو منفعش قولوا لي ما تنفعيش يا فوزية. شطورة ولا مش شطورة؟ قولوا رأيكم بصراحة وحطوا لايك للفيديو. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.